خويا ناضي والله انا كنسمع لك ملي لحتي القصه نتاع الحارس الشخصي والوزير الامريكي. انا ملي سمعت التحفه من البدايه وصراحه انا سمعت بزاف نتاع القصص والروايات ونقدر نقول بلي هذه هي افضلهم. واش فعلا الروايه كتستحق تسمع ليها وعلاش غادي نسمعوا ليها؟ واش قادر انها تنافس روايات كبار؟ واش كما كيتقال الروايات والقصص طويله غير مضيعه للوقت وما مزيانينش؟ والسؤال المهم شنو استفادتك من انك غادي تسمع لهاد الروايه؟ هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الفيديو. الا كنتي اول مره غادي تتفرج فيه خلي اشتراك ولايك، وانا راه ديما كنتقاتل وكندير مجهود في سبيل نقدم اجمل القصص باش ملي تكون كتمشى في الطريق ولا كتسوق او ناس نكون ونيس لك نفوجها لك. ندوزو للفيديو. واش الروايه كتستحق تسمع ليها؟ الروايه هاد الرائد هو زعيم المافيا قدر انه يحتل العرش المافيا بفضل الذكاء اللي عطاه الله، برغم انه في بدايه حياته ما كانش كيتوقع انه غادي يكون زعيم مافيا. رائد العراب عنده هيبه وقوه وسيطره خلته انه يكون من اقوى زعماء المافيا في اوروبا. ومحمد هو رفيق الطريق والصديق اللي كيمثل الاخ والونيس ورفيق الطريق الرائد في رحلته باش ينتقم من البال ويعرف شكون اللي قتل. هادشي كاين في الموسم الثاني تما كيبداو رحلة بحثهم. محمد بطريقة لا إرادية كان السبب في أن رائد يرجع يقلب علاش شنو السر وراء موت الأب ديالو راشد. باقي الرواية تقدروا تسمعوا ليها وهادشي اللي عطيتو على أهم شخصيتين في الرواية كافي باش تعرف واش الرواية تستحق أنك تسمع ليها. علاش غادي نسمعوا ليها؟ قديم الزمان كانوا جدودنا كانوا قدامهم مصادر متعة قليلة، الجنس الطعام، وهادشي كيخلي المتعة لمدة قصيرة بزاف، ولكن باقي النهار شنو غادي يديرو فيه؟ كانوا كيهضروا ملي كتسالي الهضرة كيقلبوها القصص، حيت كانت هي الوسيلة الوحيدة قدامهم باش يكملوا النهار. والغريزة نتاع سماع القصص من أقوى الغرائز عندنا كبشر، حيت الدماغ خلق فيه ربي واحد لوبسيون هو أنه كيحاول يتعلم، كيبغي الجديد باش ما يطيحش في الغلط اللي طاح فيه اللي قدام. ملي الدماغ كيكتسب معلومة الدماغ كيفرز الدوبامين واللي هو هرمون الإنجاز والسعادة، حيت انت قدرتي تتعلم حاجة جديدة وخصوصا ملي جات على شكل مفاجأة. وهذا هو الدينامو تاع الدوبامين أو هرمون السعادة واللي هو الدوبامين من الآخر. القصة ملي كنسمعو ليها كنخرجو بقيمة مضافة باش ما نطيحوش في الغلط اللي طاح فيه اللي قدامي، ولكن عندك تطيح في الغلط وهي قصة تسمع ليها، حيت ماشي كل قصة هازة معاها قيمة مضافة لحياتك. كمل معايا حيت في الأخير غادي نعرفك واحد الحاجة اللي غادي تفهمك انت بالضبط على القصص وغتعرف علاش القصص الطويلة مزيانين للصحة نتاع الدماغ. واش قادرة أنها تنافس الروايات الكبار؟ وغنعطيك الرأي نتاع بعض الإخوان سمعوا الرواية من بدايتها. راه كاين أخويا وبغينا بارت 3 في أقرب ممكن. أخيرا حطيتيها، ولكن برافو عليك أخويا وكمل راك ناضي وثق في راسك. خويا ناضي والله أنا كنسمع لك ملي لحتي القصة نتاع الحارس الشخصي والوزير الأمريكي. المهم بغيت نقول لك بلي راك موهوب ولا صبرتي إن شاء الله غادي توصل، وحتى أنت تقدر تسمع ليها ولو 20 دقيقة من الموسم الأول. وإلا عجباتك كمل، ما عجباتكش ان شاء الله غادي نزيد نتقاتل باش نحط لي غادي تكون احسن منه. والسؤال ما قبل الاخير واللي كيتعتبر بنفس اهميه السؤال الاخير، واش كما كيتقال الروايات والقصص الطويله غير مضيعه للوقت وما مزيانينش؟ سؤال زوين وقيلا في بزاف تاع المرات طرحتيه، خصوصا الا كنتي كتعشق القصص الطوال. نسول شحال كتقضي على انستا وتيك توك؟ 4 5 6 تاع السوايع وباش كتخرج والو، والقصة فيها ساعة كتجيك مضيعة للوقت. وباش ما نعرفش من السؤال أنا غادي نجاوب بصدق. وكيفاش تداروا أبحاث ولقاو بلي القصص اللي طويلة واللي كتخليك سارح بدماغك مدة طويلة كينشطوا المخيلة نتاعك وكيعطيوك الصبر والتركيز على بزاف نتاع الأمور في حياتك. قراية، خدمة، قد ما كانت الشغل. إلا كنتي كتسمع القصص اللي فيها 2 ساعة ونص أو 3 تاع السوايع فراك بخلاصة قادر تصبر على هاد الشغل مهما وصلتولو، حيت أصلا دماغك بنى مسار عصبي على الصبر. والمخيلة اللي هدرت عليها كيفاش غادي تنفعك؟ قادرة تنفع. مثلا شي واحد قدامك كيهضر معاك وعاود شي حاجة، إلا مخيلتك واسعة غتكون قادر أنك تتفاعل مع شنو كيقول. أما إلا ما قدرتيش فأنا ما غاديش تتفاعل مع اللي قدامك وغادي يحس بلي الهضرة اللي وجهها لك ما كتسوى والو بالنسبة لك. بالتالي علاقتك الاجتماعية وانجذاب الناس ليك من ما نكمل صافي عرفتي الجواب. إلا كنتي كتسمع القصص والروايات الطويلة انت دماغك خدا ميزة بلا ما تحس، وحمد الله على اي حاجه جابها في طريقك. هادشي ما كيقدرش انستا وتيك توك يقدموا لك، اللي بالعكس كيطوروا لك مناطق في الدماغ اللي الى تطور كيخلقوا مشاكل وكيعرقلوا السيران تاع حياتك، بحال التركيز اللي ما غاديش يبقى يفوت ثواني. واش فايتك لاحظتي بلي التركيز ديالك ما كيتعداش مده طويله بحال نص ساعه ساعه؟ ما لاحظتيش بلي ما بقيتش قادر تناقش الفكره في دماغك؟ سبب بكل بساطه الريلزات والشورتات اللي عليهم الهضره ما غاتسالش. السؤال الاخير والاهم
باش غنخرج كإضافة ليا إلا سمعت لك. أولًا التركيز غادي يقوى عندك، التركيز إلا كان قوي عندك فراك قادر تكتسح العالم. المخيلة اللي غادي تقوى عندك بالتالي الإبداع غادي تولي قادر تبدع في مجالك، تقدر تكون مختلف وتبان لكلشي بلي راك الأفضل في مجالك. خالف تعرف باختصار. العلاقات الاجتماعية تقدر تولي زوين، حيت التركيز الكبير بالتالي غتقدر تركز مع اللي قدامك بحيث ملي غادي يحس بلي عطيتي قيمة لهضرتو غيولي يرتاح لك ويبغي يطول معاك في الجلسة أكتر وأكتر. وهاد اللعيبة غادي تستقلك مع الدريات. غير ضحك. والقصص نتاعك راه كيهزو معاهم عبر ودروس ونصائح ممكن الا خدمتي بهم غادي يفيدوك في حياتك. حيت انا مع بعض عارف بلي تهاجم كدو يعني كنا ليا وليا الموت. قصصي كنخليكم علميين متفاعلين مع المتعلي في الاحداث نتاع القصه، حيت حتى حاجه ما دايم وعلى الاقل نعرفوا شنو وجدنا نخرطنا. ويوتيوب لقيت بلي احسن بلاصه نقدر نخلي فيها اللي كنكتسبو من العلم كنحاول نخرجو في قصه وانت فاهم مضمونه باش تخدم باللي خدم به البطل تخليه ينجح في حياته. ولكن القصص والروايات خاصو يكونوا في حدود قصة جوج في النهار اللي كيموتيفيو مزيان. ولكن هادشي ما تخليش يسيطر على حياتك ويولي ادمان سلوكي باش ما يضيعلكش وقتك. النهار فيه ما يدار. كان معك عراب القصص، كانت ملي نكون نفتك بالمعلومة اللي كنتي محتاجها.